السلام عليكم، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد البريوش كيجي رائع وسهل التحضير. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي مرحبا بكم والف مرحبا. ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. بالنسبه لمكونات هذا البريوش هذا، عندي بيضه وبياض البيض الصفر كنخليوه للتزيين. عندي الحليب، كاس الحليب سخون، كاس الزيت، كاس لا سنيده، خميره معجونه، شويه د الملحه، وعندي الدقيق وجوج الزهر، جوج الا ما عندكمش ديروا الفاني، وخميره د الحلوه. نبداو على بركه الله. غادي نكتب لكم هاد المقادير في صندوق الوصف. كما كتشوفوا انا درت نكهه ديال الزهر، ولا ما عندكمش يمكن لكم ديروا غير الفاني. كاس ديال الزيت، شويه ديال الملحه. الحليب خصو يكون دافي. عندي بيضه وبياض البيض. بالنسبه للصفار غادي نخليه باش للدهن، باش للتزيين. وعندي خميره معجونه. صافي كنخلط المكونات، كنحاول ندير شويه ديال الحليب مع خميره ديال الخبز، خميره معجونه باش كتطلق. كنخلط كما كتشوفوا غير بعود خشبي، تخلطوها غير بيديكم. صافي كنضيف ديك الخميره كتكون طلقات كما شفتوا. عندي خميره ديال الحلوه. بالنسبه للتما عندي جوج كيسان ديال الحليب، جوج كيسان الحليب يكون دافي. صافي كنضيف الحليب، البيض والمكونات كاملين. وبالنسبه للدقيق كنديرو تدريجيا. عندي تما 3 د الكيسان ديال الدقيق، وانتوما على حساب النوعيه ديال الدقيق ديالكم. صافي كنضيف تدريجيا غير والطحين يكون مغربل من قبل. وتما غادي نضيف شويه ديال الجنجلان محمر. نتوما لكم الاختيار، بغيتو تضيفوه بغيتو تخليوه تزيدوه، لكم الاختيار. صافي كنبقى نجمع العجينه هكا، والطحين كنضيفو هكا تدريجيا حتى كنحصل على الخليط اللي بغيت. بعض المرات كما قلت لكم ضيفوه تدريجيا، بعض المرات كيكون الطحين كيشرب ما تستعملوش الكميه كامله. نتوما غادي تشوفوا الخليط ديالكم كيجي غادي نتوما تشوفوه كيكون ثقيل على الكيك وما كيكونش جاري بزاف. المهم كيكون مطلق شويه، ماشي ثقيل عجينه ثقيله وماشي. المهم انا درت 3 الكيسان، نتوما عينكم ميزانكم. الا جاتكم العجينه قصحت لكم يمكن لكم تضيفوا شويه ديال الحليب دافي. صافي كنجمعها. نتوما كتشوفوا العجينه كي كتجي جاريه كتلصق، كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. صافي غادي نخليها. غادي نرش ليها الوجه ديالها بشويه ديال الزيت. كنرش لها شويه ديال الزيت. صافي وغادي نخليها تختمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها. كما شفتوا راه العجينه مازال كتلصق ماشي ثقيله. صافي غادي نغطي عليها حتى كتخمر وتضاعف الحجم ديالها. هانتوما غتشوفوا الشكل من بعد ما خمرات، هذا هو الشكل ديالها. صافي كنحاول نهبط ديك الخميره، وكما كتبان لكم الشكل ديالها راه كتلصق. صافي كنخرج منها داك الهواء وكنهبط ديك الخميره. عندي هنا الاناء دهنته بالزيت. يمكن لكم ديروا لاطا الا بغيتوها ما تجيش غليظه بزاف. يمكن لكم ديروا اناء ولا لاطا تكون كبيره شويه على هذا الحجم هذا. انا بغيتها على شكل كتجي على شكل كيكه، درتها في هذا الاناء هذا، راه كبير ماشي صغير. صافي كما شفتوا كنضيف تدريجيا حتى كتقاد لي العجينه باش ما تجيش غليظه من واحد القنت ورقيقه من واحد الجهه. صافي كنحاول نقادها مزيان. وانتم كتشوفوا العجينه كي داير الشكل ديالها. وصدقوني هانتوما شفتوا ما خدمت العجينه ديالها ساهله، خدمت غير يديا. ما كتبغي لا دلك
ولا خصها تعجن بزاف، ساهله في التحضير. صافي كنحاول نقاد هاد العجينه كامله في هاد الاناء، ويكون السطح متساوي باش كما قلت لكم ما تجيش طالعه من واحد القنت. كنحاول نقادها، وديك الزيت اللي رشينا لها من الاول هي كتساعد ما تخليش العجينه كتلتصق بزاف. صافي، وهنايا خديت الشكلاط ديال الدهن ديال الخبز، وهذا كيبقى اختياري لكم الختيار. انا بالنسبه للدراري كيبغيو الشكلاط، درت لهم هذا الشكلاط هذا، هي خطوط هكا عشوائيه، ما زعما غير كتزينوها وصافي، ما تاخذ لكم لا مجهود لا والو، لكم الاختيار. بغيتو تخليوها عاديه خليوها، اللي ما كيبغيش الشكلاط ما يضيفهاش. صافي، وكناخذ داك الصفار ديال البيضه اللي كنا خلينا في الاول، كنخلط معاه شويه ديال الخل. صافي، وكندهن الوجه ديال داك البريوش. صافي كندهن هكا، وكتكونوا شعلتوا الفران ديالكم، خصو يكون سخون بس ما غاديش نخليوها تختمر. صافي راه خمرات، صافي غير كندهن لها الوجه ديالها بالصفار ديال البيضه، والفران خصو يكون سخون وتدخلوها الفران ديالكم. صافي كندير لها كما قلت لكم التزيين دائما كيبقى اختياري. انا درت لها لوز ايفيلي، يمكن لكم ديروا الجنجلان اولا كاوكاو كونكاسي، اولا تزينوها بالكوك، ولا تخليوها عاديه كتجي حتى هي المنظر ديالها رائع. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجات، كتجي محمره وكتجي فتيه. صدقوني كيجي المذاق ديالها رائع. اللي بغيتو تغيروا الشكل ديال الكيك ديالكم هانتوما، كتجي رطبه وسهله التحضير، ما كتاخذش مجهود، ما كتاخذش مجهود بزاف او وقت بزاف. غادي نوريكم الشكل ديالها كي كتجي مفشفشه من الداخل. كما قلت لكم الا بغيتوها ما تجيكمش طالعه ديروا اناء كبير على هذا، تجيكم متسعه، ما تجيش طالعه. يمكن لكم تديروها في شي اناء يكون كبر من هذا، ما تجيكمش طالعه بحال الكيك. وهذا هو الشكل ديالها، غنوريكم. نتمنى نتوما تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم والاهل ديالكم وليداتكم. نتوما الشكل ديالها كتجي طالعه بحال الكيك، بحال الشكل ديالها. نتمنى هاد الوصفه تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. هانتوما الشكل ديالها كتجي مفشفشه وما كتجيش معجنه نهائيا. هانتوما، وداك الجنجلان كيجي من الداخل مرشوش، كيعطي واحد المذاق حتى هو رائع. وإلا عجبتكم هاد الوصفه خليو لي الاعجاب ديالكم والتعاليق ديالكم بها باش كنزيد لقدام الى وصفه اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.